بيبدأ مسلسلنا النهارده ببطلتنا نوان، وبتكون مبهدله شكلها ولابسه لبس مش مناسب خالص، وبتقابل حماها المستقبلي كبير عائله جيانج واللي بيجبر ابنه تشين علشان يتجوزها. وبنعرف ان بطلتنا نوان عندها 18 سنه، ولكن عيلتها بيجبروها على جوازها من تشين علشان هو من اغنى عيله في البلد، وبطلتنا بتخاف ترفضه ليخلي عيلتهم تفلس، فبتقرر تخليه هو اللي يرفض انه يتجوزها، وعلشان كده بهدلت شكلها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. لكن للاسف ابو بطلنا بيوافق عليها لانه عارف شكلها الاصلي، وبيحدد ميعاد حفله الزفاف يوم 15 اغسطس. وساعتها طبعا بطلتنا لما بتسمع ده بتتصدم، وفي الحفله كل الضيوف بيتكلموا عن وسامه بطلنا وانه اغنى راجل في البلد وكمان رئيس مجموعه جيانج، وبيتوقعوا ان اكيد العروسه هتكون جميله الجميلات، لكن بيتصدموا لما بيشوفوا بطلتنا نوان وبتكون داخله بالنضاره الكبيره وشكلها لا يسر لا عدو ولا حبيب. ومن حظ بطلتنا الحلو او الوحش ان العريس ما جاش الحفله اصلا، بس هي بعد كده راحت على بيته عادي جدا. وبيوصل بطلنا تشين لما بتكون نوان بتاخد شاور، وبتستغرب لما بيدخل عليها وبتساله هو مين ودخل هنا ازاي، وبطلنا بيقول لها تبطل حركاتها دي علشان هو فاكر انها تعرفه كويس وانها عملت المستحيل علشان تتجوزه وطمعانه في ثروته. فنوان بتفهم وبتقول له ايوه يعني انت بقى جوزي تشين. وفجاه بتلاقيه بيهجم عليها وبيمسكها من رقبتها وهو متعصب، وبيقول لها بمجرد الجواز مني عيلتك اخذت 10 مشاريع من عيله جيانج في يوم واحد بس، وطبعا علشان كده انت اتجوزتيني. فبطلتنا بتقول له ان ابوه هو اللي اجبره على الجوازه دي، وانها لو مش علشان الحاج ما كانش ممكن توافق ابدا تتجوزه حتى لو نزل على ركبه وتوسل لها. فبيتنمر عليها وبيقول لها تمام هنبقى نشوف مين اللي هيتوسل للتاني لما عيلتك تفلس. وفعلا تشين بيتصل على المساعد وبيديله اوامر بافلاس شركه عيلتها اللي هي عيله جو، وبيقول لها انه كمان هيشتري شركتهم بعد الافلاس. فبطلتنا بتتعصب عليه وبتقول له انت فاكر نفسك مين يا عم انت. وللاسف الفوطه بتقع في الوقت ده والوضع بيكون حاجه كده قمه الاحراج. واللي بيجننها ان بطلنا بيقول لها ان عمره ما هيبص لواحده زيها بالوحاشه دي، وطبعا ده كلام بيضايق نوان، فبتاكله بوكس في عينه على طول. ولما بيخرج من عندها بتقابله الحربايه رو، ودي صديقته وبتحبه من الطفوله، وبتساله ايه اللي حصل لعينه. فبطلنا بيقول لها ان في بقره خبطته في عينه جامد، وبيسالها ايه اللي جابها هنا دلوقتي. فالحربايه بتحضنه وبتقول له انهم اصدقاء من الطفوله وازاي يسيبها ويتجوز واحده غيرها. وفي اللحظه دي بتشوفهم نوان وبتقول ازاي العجوز ده بيخوني من اول ليله في جوازنا كده. وبعد ما بتفكر انها تنزل علشان تهزقه بترجع لنفسها وبتقول انها مش بتحبه، طب ما يعمل اللي يعمله. وبطلنا بيطرد الرزله رو وبيقول لها انه بقى راجل متجوز وعيب اللي هي بتقوله ده. وتاني يوم بتنزل بطلتنا تفطر وبتيجي اخت جوزها واللي اسمها هوا، وبتفضل تتنمر على نوان وعلى شكلها وعلى فقرها وبتشبهها كمان بالكلب، وبتقول لها ان اخوها مش طايق يبص لشكلها الغبي ده. بعد كده بيجي ابن هوا اللي اسمه سو وهو كمان بيتنمر على مرات خاله، وبيقول لها ان جده هو اللي ورط خاله في الجوازه المنيله ب 60 نيله دي. وساعتها بتمشي بطلتنا من جنبه وبتقول له شكلك عايز تموت، انت بتتنمر على رئيسك ولا ايه. فبيدخل بسرعه وراها وبيكتشف ان مرات خاله تبقى صديقه طفولته واللي دايما بيعاملها على انها الرئيسه بتاعته، وبيسالها هي عامله في وشها كده ليه، وبيعتقد انها عايزه تعذبه بشكلها ده خصوصا انها بقت مرات خاله. لكن بطلتنا بتهزقه وبتقول له هو مين اصلا علشان تفكر تعذبه ولا تعبره اصلا، وبتفهمه ان عيلتها اجبروها على الجوازه دي. وبيدخل عليهم تشين وبيقول له بيتكلم مين يا ابني تعال نروح الشركه. فبيرد عليه وبيقول له انا جاي حالا. وبيفهم بطلتنا ان خاله مش بيحب حد يكذب عليه، وبيعرفها ان لما صديقه خدعه قبل كده قطع ايده واكلها للكلاب. بعدها بتنزل بطلتنا وبتشوف الحربايه رو بتحط حاجه في الشوربه، ولما بطلتنا بتسالها بتعملي ايه الحربايه بتقول لها وانت مالك وبتسيبها وبتخرج. وبالصدفه بيرجع تشين من الشغل وبيفتكر ان بطلتنا مستنياه وعملت له الشوربه زي اي زوجه صالحه، ولكنها بتقول له شكل دماغك بتوجعك روح اكشف يا عم انا هستناك ليه. وهو بيقول لها لو عملتي 100 ماسك لوشك مش هيتغير برضه وهتفضلي وحشه زي ما انت. ونوان بترد عليه وبتقول له لو انت اخر راجل في العالم برضه مش هحبك. فبيقول لها طب لو مش بتحبيني عملتي لي الشوربه ليه. فبتقول له ان مش هي اللي عملتها يا عم صدقني بقى، ولكنه برضه مش بيصدقها. فبتحذره وبتقول له ما يشربش من الشوربه دي، بس تشين مش بيسمع كلامها وبيشربها. فبطلتنا بتقول انه عنيد ومش بيسمع الكلام وبتسيبه بتدخل، وهو بيحس بدوخه وبطلتنا بتلاقيه داخل وراها بيطوح وبيمسكها من رقبتها علشان فاكر ان هي اللي خدرته وبيحاول يقرب منها، ولكنها بتاكله بوكس كده بتنامه جنبها وبتسيبه وبتخرج مع ابن اخت سو، وبتفضل تسيبه وتلعن في تشين قدام زميلها سو. فبيسالها مين اللي زعلك بس يا قطه وانا هقطعه، ومش بيلحق يكمل الكلمه وبيروح واقع من كتر الشرب. وبطلتنا هي اللي بتسنده علشان يرجعوا البيت، بس بيخبط منها في مفتاح النور وبيطفيه وبيقع على الارض، وبطلتنا مش بتبقى شايفه قدامها وبتحاول تشيله. وساعتها بتشوفها الحربايه رو فبتتصل على بطلنا تشان وبتقول له ان مراته بتخونه مع واحد في البار. وفعلا بيجي بطلنا بسرعه وبيخونها كالعاده وبيتهمها انها خدرته وخرجت تشرب وترقص وتسهر مع واحد تاني. فبتاكد له مره تانية ان مش هي اللي خدرته علشان مش هي برضه اللي عملت الشوربه زي ما قالت، وكمان بتفكروا انها قالت له بلاش يشرب منها بس هو اللي غبي. وتشين بيقول لها اصبري عليا هفتح النور واشوف معاكي كام واحد. ولسه هيفتح النور بطلتنا بتاكله بركبتها وبتهرب من قدامه على اخر لحظه. وتشين من غيظه بيضرب في ابن اخته اللي نايم على الارض ومش بيكون شايفه اصلا ولا عارف هو مين، وبيكون معتقد وفاكر انه حبيب نوان. وتاني يوم بتروح بطلتنا للحاج جيانج ابو بطلنا وبتشتكي له من معامله ابنه السيئه ليها، وكمان انه دايما بيهددها انه هيشتري شركه عيلتها، والحاج بيوعدها انه هيحاسبه وهيحميها منه. وقتها بيتهجم شخص على الحاج جيانج ولكن بطلتنا بتحميه بنفسها وايديها بتتجرح، وكمان بطلنا بيوصل وبيمسك الشخص ده وبيخلي المساعد يسلمه للشرطه. وبعدها بياخد نوان للبيت وبيشكرها علشان دافعت عن والده، وبيقول في نفسه شكلها طيبه ومش طمعانه في ثروتي خالص. وساعتها نوان بتطلب منه يبعد عن شركه عيلتها ويسيبهم في حالهم. فبطلنا بيتعصب عليها وبيقول لها ايوه قولي لي كده بقى انت دلوقتي انقذتي الحاج علشان تمنعيني اخد شركه عيلتك. لكن نوان بتحلف له انها ما عملتش كده خالص ولا فكرت ساعتها في الموضوع ده. فبيقول لها هو انت عارفه مين الشخص اللي هجم على الحاج. فبتقول له اكيد واحد بيكرهك من كتر افعالك السوداء اللي بتعملها في خلق الله. فبطلنا بيقول لها لا يا نصحى ده واحد من عيلتك عيله جو، وبيقول لها تبطل تمثيل وطمع وشكلك كنت متفقه معاه اصلا. وبعد كده بقى بيسيبها وبيخرج. فبتتعصب نوان
نوان وبتقرر انها مش هتتحمل القرف ده ولازم تتطلق، وبتقوم تلبس وتخرج على البار تشرب وتهيص مع ابن اخت بطلنا سو. وهي بترقص بيشوفها زميل جوزها اللي بيكون سهران مع اصحابه وبيقول عنها انها جميله جدا، فبطلنا بياخد باله منها وبيدخل عليها وهي بتقول لسو انها بلغت جده ان جوزها بيتنمر عليها وعلى عيلتها. وساعتها سو بيشوف خاله فبيتكتم وبيقول لها انها لازم تخاف على نفسها من اللي بتعمله ده، ولكنها بتقول له انها مش خايفه من خاله تشين ده خالص. وقتها بطلنا بيقول لها تلف وتبص له، فبتنط من قدامه كده وبتجري على بره وبتخبط في واحد والشخص ده بيكون هيضربها بالازازه، بس بطلنا بيمسك ايده وبيقول له ما تقدرش تلمسها، ونوان بتستغل الفرصه وبتهرب منه في حمام السيدات، ولكن بطلنا بيدخل وراها وبتكون مرعوبه يشوف وشها الحقيقي، بس ربنا بيستر وبتلحق تبهدل شكلها قبل ما يدخل عليها، وبيفضلوا يتخانقوا سوا كالعاده، ولكن في النهايه بيغطيها بالجاكيت وبيقول لها انه مش زعلان منها علشان اشتكته لابوه، وبيطلب منها تلبس لبس محترم وما تخرجش مع رجاله تاني علشان هي مراته واي حاجه تعملها هتاثر على سمعه عائله جيانج. وبطلتنا بتقول له ولا تزعل نفسك يا حبيبي، احنا كده كده هنتطلق، وبتسيبه وبتمشي، والدنيا بتكون بتمطر وبتفضل قاعده مش عارفه هتروح ازاي، وبتتمنى ان جوزها يرجع ياخدها بالعربيه، وفعلا بتيجي العربيه ولكن بتغرقها ميه وبتمشي، وبتفضل زعلانه وبتقول صحيح هو جوزها يرجع لها ليه، خصوصا انها بتعامله معامله مهببه وبتبهدل شكلها، يعني لا شكل حلو ولا حتى كلمه حلوه. وساعتها رجليها بتتلوي فبتقع في حضن شخص وبتتخيل انه بطلنا، ولكنها بتفوق وبتلاقيه زميلها سو، وبيسالها ايه اللي جاب جاكيت خاله عندها، وبيلاقيه غرقان ميه فبياخده وبيرميه وبيديلها الجاكيت بتاعه. ولما بيرجعوا البيت اخت بطلنا وام سو بتزعق له وبتتنمر على بطلتنا، ولكن نوان بتديلها في وشها وبتقول لها لو مش عاجبها تروح تعيش في بيت جوزها علشان البيت ده بيتها هي من ساعه ما اتجوزت اخوها، ولو عايزه تعيش معاها يبقى لازم تحترمها. وهنا بيدخل تشين والحربايه اللي بتساعد اخت بطلنا وبتقول لنوان ما يصحش تطرديها كده، فبطلتنا بتقول لها مالكيش دعوه انتي، والحربايه بتحاول تسخن تشين على مراته ولكن ما بتفلحش معاه وبيسيبها وبيطلع، وكمان نوان بتطلع، وبعدها اهل نوان بييجوا علشان يزوروها. وقتها بطلنا بيسال نوان هي بتغير من الحربايه ولا ايه، وبيقول لها ما تحلمش انه يبص لها اصلا، ونوان هي كمان بتقول له يبطل نرجسيه وانها ممكن تحب سو ولكن مش ممكن تحب واحد عجوز زيه. اما اخت بطلنا فبتقابل اهل نوان بكل قله ادب وبتطردهم من على الباب، وبتعرف بطلتنا بالموضوع ده فبتتخانق مع هو اخت جوزها والحربايه وبتضربهم هما الاثنين، وساعتها بيوصل الحاج الكبير وبطلنا معاه، ونوان اول ما بتشوفهم بتقول له عاجبك انهم بيتنمروا عليا وعلى اهلي، وبعد كده بتسيبهم وبتطلع. وطبعا الخدامين بيشهدوا ان نوان هي اللي ضربت الحربايه واخت هو بدون اي سبب. وقتها بتتصل نوان على ابوها وبتطمنه عليها وبتقول له ان جوزها واهله بيعاملوها كويس جدا، وبتقفل قبل ما تعيط من الهم اللي هي فيه. وساعتها الحاج الكبير بيقرر يعاقب بطلتنا وبيطلب من تشين يحبسها 3 ايام من غير اكل لحد ما تعتذر عن الغلط اللي عملته، والمفاجاه ان بطلنا بيدافع عن مراته، وساعتها خدامه منهم بتقول الحقيقه وان اخته هي اللي اهانت نوان وكمان اتنمرت عليها وعلى اهلها وطردتهم، وعلشان كده بقى نوان ضربتها. وساعتها بيجي ابن اخت سو وبيدافع عن نوان، وبعدها بيفكر بطلنا انه ينزل يصالح نوان، لكن سو بيكون اسرع منه وبيروح يصالحها، وبتفتكر نوان ان سو هو اللي دافع عنها، وطبعا بطلنا بيزعل وبيخرج يشرب مع اصحابه. ونوان لما بتخرج بتفتكر انه ممكن يكون جوزها هو اللي دافع عنها فبتفرح، ولكن مش بتلحق علشان بتشوف الحربايه بتمسك ايد بطلنا وهو سكران، ومع انه بيتعصب على الحربايه وبيقول لها انه متجوز، بس بيلاقي نوان بتبعت له رساله وبتقول له انها هتطلق، فبيتغاظ وبيقول لها انه مش هيطلقها. وتاني يوم بتكون بطلتنا وسو في الكليه وبتشوف تشين داخل عليهم فبتتخانق معاه، وسو بيقول لها تهدى شويه علشان ما تندمش، لكن نوان الغبيه بتمسك في بطلنا وبتنزل فيه تهزيق، فبطلنا بيخصم لها 10 نقاط من درجات السلوك، فبتتصدم نوان لما بتعرف ان جوزها هو المعلم بتاعهم. والحربايه الرو بتقول للبنات اللي مع نوان في نفس الصف ان بطلتنا خطفت خطيبها منها وبتعمل انها مسكينه، فالهبله اللي فيهم اللي اسمها شياو بتتبنى المشكله دي وبتقول لها سيبيها لي وانا هنتقم لك منها، وفعلا شياو بتخبط في بطلتنا وهي ماشيه وبتوقع الكوبايه اللي في ايديها وبتعمل معاها مشكله وبتتنمر عليها، وبتستغرب بطلتنا هي الهبله دي تعرفها منين، لكن الهبله شياو بتقول لها انها مشهوره بالبنت اللي رمت نفسها على المعلم تشين من اول يوم في الدراسه، ولما بتيجي تضرب بطلتنا بيرميها سو على الارض وبيدافع عن بطلتنا وبيهدد الهبله شياو انه هيخلي عيلتها تفلس، فالهبله بتقول له انه ما يقدرش يعمل كده علشان عمو تشين مش هيرضى لان عيلتهم وعيلتها اصدقاء من زمان. ونوان بتهزق سو وبتقول له اتكلم على قدك جبت لنا كلام، وبتكون عايزه تضرب الهبله علقه كويسه ولكن سو بيشدها لبعيد، وزميله الهبله بتقول لها ان المعلم تشين لما يعرف ان انت بهدلتي نوان علشانه هيتبسط منك خالص، وبتتفاجئ ببطلنا وراهم في الوقت ده وبيهزقها علشان بتتنمر على زميلتها نوان وبيقول لها انه هيخلي عيلتها تفلس حالا. وساعتها الغبيه نوان بتغير على جوزها تشان خصوصا لما بتشوفه بيكلم الهبله دي وبتفتكره بيلطف مع شياو، وهو كمان بيتهمها انها بتعطف وبتلطف مع ابن اخت سو، فبتغيظه وبتقول له فعلا هي بتعمل كده وبتيجي تمشي معاه، ولكن بطلنا بيشدها وبيقول لها حتى لو انفصلنا ما تحلميش ان انت تكوني مع سو. فبطلتنا بتتصل على الحاج جيانج وبتشتكي له من ابنه اللي هو بطلنا وبتقول له انه بينتقم منها وبينقصها في درجات السلوك، والحاج بيقول لها انه هيجي يدافع عنها. ولما نوان بتدخل الفصل بتلاقي شياو رافعه صور لبطلتنا مع حماها وزميلها سو، وبيفضلوا البنات يتنمروا عليها وبيتكلموا عن سمعتها السيئه وبيقولوا انها بتحاول اغواء المعلم تشين، ما هم مش عارفين اصلا انها مراته، لكن بطلتنا بتحاول تفهمهم انها مش محتاجه تقرب منه علشان هي بالفعل واحده من عائله جيانج. وساعتها بنعرف ان الحربايه الكبيره رو طلبت من الهبله شياو تعمل صوره فوتوشوب لبطلتنا مع واحد في السرير علشان تعمل لها فضيحه، وفعلا الهبله بتوري بطلتنا الصوره وبتكون شايله وشها وحتى وش نوان مكانها، وطبعا بطلتنا بتضحك، ولما الهبله بتتنمر عليها بطلتنا بتاكلها بظهر ايديها الم جامد جدا وبتقول لها ان الصوره اللي معاها دي مع والد تشين كبير عائله جيانج، لكن البنات مش بيصدقوها وبيفضلوا يضحكوا عليها. في الوقت ده بيعرف بطلنا ان البنات بيتنمروا على مراته فبيسيب الاجتماع وبيخرج من الشركه بسرعه، وساعتها بيدخل واحد من المعلمين على البنات وبيسالهم عن الهيصه اللي عاملينها دي بدل المذاكره، فالهبله شياو بتقول له ان نوان بتعمل علاقات مع الرجاله وهتبوظ سمعه الكليه، والمعلم الغبي ده بيحكم على بطلتنا من غير ما يسالها عملت كده ولا لا،
او حتى يديلها فرصه تدافع عن نفسها وبيطردها من الكليه. فبطلتنا بتتعصب عليهم وبتقول لهم انها بتحب التواضع، وعلشان كده بقى كانت مخبيه عليهم، ولكن دلوقتي هي مضطره تقول لهم الحقيقه وبتعرفهم انها مرات المعلم تشان. وطبعا محدش منهم بيصدقها خالص، وكلهم بيقولوا لها تبطل احلام اليقظه وتخرج بره. ووقتها بيدخل الحاج جيانج وبيقول لهم مين ده اللي عايز يطردها من هنا. فالمعلم الغبي بيقول له هو انت بقى عاشقها العجوز؟ والمعلم ده شكله بيكون جديد ومش عارف الحاج جيانج. والحاج بيقول له يطلب المدير مو مدير الكليه، ولكن بتحصل مناقشات وحوارات كتيره وبتوصل لمشكله وضرب بالمقشات وخلافه. وبيوصل مدير الكليه وبيعتذر للحاج جيانج وبياكل المعلم بالقلم وبيطرده هو والهبله شياو. وطبعا المدير بيعمل كل ده علشان ينول رضا الحاج، لكن الحاج بيقول له ان اهم حاجه عنده ان نوان تكون مبسوطه. ولما الحربايه بتلاقي الخطه بتاعه الفضيحه فشلت بتتصل على الشرطه وبتبلغ عن الخناقه اللي بتحصل داخل الحرم الجامعي. وبيعرف بطلنا ان نوان اتقبض عليها، فبيتكلم مع السكرتيره وبيطلب تطلع على اسم الشرطه بسرعه. ولما بيوصل للاسم بيلحق يمسك بطلتنا اللي بتكون شياو بترميها بعيد وبتقول انها بتكرهها، ونوان بتفتكره جاي علشان يشمت فيها، ولكن بيصدمها لما بيطمن عليها وبيدافع عنها. وساعتها بيوري شياو صورتها اللي بدلتها بصوره نوان وبيقول لها انه هيخليها تقضي باقي عمرها في السجن. فالهبله بتقول له ان نوان هي اللي ضربتها الاول. فبطلتنا بتطلع الفلاشه اللي عليها لقطات المراقبه وبتقول للهبله ان كل حاجه متسجله هنا وبتسلمها للضابط. وبتقول للبت الهبله دي ان هيكون عندها سجل تهم كتيره جدا سواء تشهير او ضرب او تزوير. وبيجي الضابط يعتذر لبطلنا ومراته نوان علشان اخرهم في الاسم شويه. وبطلتنا بتروح جري على الحاج جيانج وبتكون عايزه تروح معاه، ولكن بطلنا بيقول لها انها ترجع معاه هو. فبيفرح الحاج وبيقول اخيرا بدا يهتم بيها. اما نوان فبتفضل تعتذر لبطلنا بكل دلع، وبطلنا بيقول لها ما تحاولش تغويه باي شكل. وبعد ما بيمشي بيقول لنفسه معقول يعني يكون معجب بيها ولا ايه. وفي نفس الوقت ده نوان كمان بتكلم نفسها وبتقول انه غبي ولكن لطيف خالص. ولما بيرجعوا البيت بتتفاجئ بطلتنا ان الحاج الكبير قرر انها تبات مع جوزها تشان وما تروحش سكن الطالبات علشان المشاكل اللي عملتها دي كلها. وبنعرف ان بطلنا هو اللي طلب كده من ابوه. والله تقريبا كده شكله وقع في الحب ومحدش سمع عليه خالص. المهم ان نوان لما بتدخل الاوضه مش بتلاقي الكنبه اللي كانت بتنام عليها، وبنعرف ان تشين هو اللي خلى الخدامه تشيل الكنبه من الاوضه، وكل ده علشان يجبر نوان تنام معاه في نفس السرير. وساعتها بتحس بطلتنا ان تشين ممكن يكون معجب بيها وبتفضل تفكر في خطه بتقرر تعمل له اختبار تعرف منه هو بيحبها ولا بيتسلى وخلاص. وتاني يوم في المحاضره بتقرب نوان من بطلنا قدام الطلبه في الصف، وساعتها تشين بيحس بضربات قلبه بقت سريعه جدا وبيستغرب وبيقول لنفسه معقول يكون بيحب البنت القبيحه دي، وهي كمان بتحس انه وسيم جدا وبتقرب منه خالص. فبطلنا بيهددها انه لما يرجع البيت هيخلص منها اللي بتعمله فيه دلوقتي، وهي علشان مش قده فبتسيبه بسرعه. في الوقت ده سو ابن اخته بيقول له مال وشك احمر كده ليه خاله، ونوان بتقوم تعترف له بحبها قدام كل الطلبه. وبطلنا بيحتاس ومش بيبقى عارف يعمل ايه، وبيكون خايف انها تكون بتختبره او تكون بتحبه بجد وهتشتكيه لابوه الحاج الكبير. ولسه هيجاوبها على اعترافها بيسالها سو هي بتحب خاله بجد ولا لا، فبتقول له طبعا لا انا بس بهرج معاه. وساعتها بيتعصب تشين وبيدي لها واجب كتير جدا، لكن نوان بتكون عنيده وبتاخد سو وبتخرج من المحاضره. وبعدها بيروحوا على البار وبتفضل تشرب وتشتم على بطلنا، وهو بيشوفها على طبيعتها وبيعرف انها بتخدعه وبتبهدل شكلها قدامه. وساعتها هي بتشوفه بس بتقول انها بيتهيأ لها انها شافت جوزها في البار. وبعد ما بترجع البيت بتكمل سهرتها مع زميلها سو وبيفضلوا يغنوا هما سكرانين لدرجه انها بتشوف جوزها ومش بتعرفه وبتفتكره عارض شغال في البار وبتفضل تتحرش بيه. فبطلنا بيشيلها وبيفضل يضربها لحد ما بتفوق، ولما بتفوق بتبعد عنها وبتقول له انها تطلب الطلاق، ولكنه بيقرب عليها وبيقول لها بعينك يا قطه انت بقى عايزه تطلقي علشان تتجوزي سو، وبياخد ورق الطلاق وبيقطعه. فبتضربه بالقلم وبتقول له انها بتكرهه، بس في الوقت ده بتحس ان جوزها بدا يحبها بجد وبتنزل تلاقي هو ماسكه ابنها سو بتهزقه. واول ما بيشوف بطلتنا بيقول لها روحي خدي نصيبك من التهزيق. وامه بتتهم نوان انها متجوزه اخوها تشان، وكمان بتحاول تغوي ابنها علشان طمعانه في الثروه كلها. واخت بطلنا بتقول لها ان الحربايه رو احسن منها. فنوان بتقول لها وعلشان كده بقى كنت بتساعديها ضدي طبعا. فبتقول لها لا علشان انت خطفتي تشين من الحربايه. ولكن نوان بتقول لها انها عمرها ما فكرت تتجوز اخوها ده خالص، وانها بتفضل تكون مع سو علشان هي تعرفه من زمان ولا تكونش مع اخوها تشين ساعه واحده. وكل ده بيكون بطلنا سامع الكلام كله، ولما بتطلع بيحاول يقرب منها ولكنها بتتهرب منه. وتاني يوم بتصحى وبتلاقيه راح الكليه وسابها نايمه، وعلشان كده بتوصل متاخره. ولما بتوصل بتلاقي البنات بيتكلموا عليها وانها لما اعترفت بحبها للمعلم تشين هو رفضها ولازم تنقل من الكليه. وهنا بتظهر الحربايه الكبيره رو وبتقول لبطلتنا انها لازم تنقل من الكليه علشان هتسوق سمعتها وسمعتهم. وبتقول لبطلتنا انها خايفه عليها خالص وان من مصلحتها انها تسيب الكليه اللي بطلنا شغال فيها وكمان تسيب بيت بطلنا وتبعد عنه. فبطلتنا بتقول لها انها عارفه ان الاشاعات دي كلها هي السبب فيها، وبتقول لها ان الهبله شياو اعترفت بان الحربايه رو هي اللي نشرت الاشاعات كلها عن نوان. فالحربايه بتنكر انها تعرف مين شياو اصلا وبترفع ايديها علشان تضرب بطلتنا، بس بتشوف بطلنا تشين ماشي قريب منهم فبتمسك ايد نوان وبتضرب نفسها بيها وبتقع على الارض وبتتمسكن وبتقول انها قلقانه عليها وهي اللي بتضربها. وطبعا كل البنات بيصدقوا ان نوان ضربتها وبيرشوها بالميه، وبيجي سو بسرعه وبيدافع عن صديقته نوان. بعد كده بطلنا كمان بيجي فبتيجي نوان تمشي علشان فاكره انه جاي يدافع عن حبيبته الحربايه رو، فبيمسكها وهي بتعيط وبتقول له يسيبها علشان هو من اول ما اتجوزها مش بيحبها وفاكر انها اتجوزته علشان الفلوس بتاعته من غير ما يسمع منها دفاعها عن نفسها حتى، ودايما بيكون متحيز للحربايه رو. فبيفتكر بطلنا المواقف الكتيره اللي نوان اتظلمت فيها وبيقرب عليها قدام كل الطلبه وبيقول لهم ان مراته وحبيبته الوحيده هي نوان وان ملوش علاقه باي واحده تانية غيرها. وساعتها البنات بينبهروا ان نوان عرفت توقع المعلم القمر تشان. اما الحربايه فبتمسك في رجل بطلنا وبتقول له انها بتحبه من الطفوله، لكن هو بيقول لها انه علشان العشره ادالها اكتر من فرصه وانه حذرها اكتر من مره تبعد عن حبيبته نوان. وبيقول لحبيبته نوان عرفتي بقى ان مفيش بيني وبينها اي حاجه خالص. وقتها بتيجي الهبله شياو وبطلنا
بيخبي نوان في حضنه، ولكن شياو بتضرب الحربايه رو، وبنعرف ان شياو اتجننت وبتفضل تضحك وبتقول للحربايه انها السبب في كل ده. وتاني يوم بتتصل الحربايه على هواء اخت بطلنا وبتطلب منها تساعدها في قضيه التشهير اللي هترفعها نوان ضدها. فبتفوق هواء اخيرا وبتقول لها هو انت فاكراني لسه هبله ولا ايه؟ وبتقول لها انها كدبت عليها وخلتها تعامل مرات اخوها بطريقه مش كويسه وبتقفل في وشها. وبتسال ابنها سو هو كان عارف شكل نوان الحقيقي ولا ايه الحكايه بالظبط؟ فبيقول لها طبعا اعرفها، ده احنا اصحاب من ابتدائي. وبطلنا بيسال نوان في نفس الوقت عن علاقتها بابن اخت سو، فبتعرفوا انهم زمايل من الابتدائيه لحد الكليه. وبتساله اذا كان بيغير منه، فبطلنا بيقول لها انه بيحبها بقاله فتره بس كان فاكر انها مش بتحبه خالص وبيقرب منها. ولكن المجنونه بتقول له استنى انت خصمت لي 10 نقط من درجات السلوك. فبيقول لها يا شيخه انت فصيله قوي. وبيفضلوا يضحكوا مع بعض وبيكونوا مبسوطين جدا. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.